النهاردة عملت الأكل وأنا طاقتي صفر. مش دايما بنقوم عشان قادرين، بس ساعات بنقوم عشان المسؤوليات أكبر مننا. كنت مش قادرة بصراحة، فقلت أكلة سريعة جوزي بيحبها. قطعت الكبدة وجهزتها ونقعتها في مية، غسلتها كويس ونقعتها بمية وخل، سبتها شوية كده عشان الزفارة. كنت تعبانة جدا فاخترت ان انا تبقى أكلة بسيطة. هو بيحب المكرونة المحمرة. زي ما انتوا شايفين غسلت الكبدة ونقعتها وجهزت السلطة وجهزت اللي هو الفلفل والبصل. حاسة ان انا تعبانة وداخلة على دور برد. هنا في الصورة دي كنت بوريكم ان انا ما دمعتش خالص من البصل. هنا بقى حطيت المكرونة، والحبة اللي في الكيس دي هما الحبة اللي هما اللي في الكيس. لو حطيتهم المكرونة تبقى بزيادة قوي، ولو ما حطيتهمش مش هيفيدوني تاني. قررت ان انا احطهم وخلاص. هنا بقى صفيت الكبدة عشان من المية بتاعتها، وغطيت على المكرونة. وهنا حطيت الكبدة على نار عالية، وحطيت لها بقى البصل والفلفل وحتة توم. لقيت ان الليمون عندي ناقص، الخل، فاتصرفت وحطيت دقة كده عندي في التلاجة. هنا الحمد لله خلصت بسلام، والحمد لله اكلنا والاكل طلع جميل، اللهم لك الحمد. هنا معرفش الطاسة بقى مالها بقت بتلزق، مضايقاني ومش عارفة حل. بالله عليك واللي يعرف حل يقولي، عشان انا بجد زعلانة عليها. بعد الاكل بقى اضطريت ان انا اعمل القهوة لجوزي والحليب كاستر لإيلاف طبعا عشان تنام. وانا بصراحة ما كنتش قادرة، بس عملتها اداء واجب، اللي هو لازم يعني هعمل ايه بس. وسبت في الأثناء دي سبت الحليب بتاع إيلاف إن هو يبرد شوية، ولحد ما برد حطيته في الببرونة وبس. وبصراحة سبت المطبخ كده زي ما هو، مش قادرة أعمل حاجة. قلت بقى بكرة بإذن الله.